هلا حبايبي، شلونكم؟ صباح الخير، مساء الخير، شلونكم؟ اشتقت لكم كلش 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 هواية. اليوم الفيديو اخيرا، لو اعرف هل كان هلهلت بس ما اعرف. اليوم الفيديو اسئلة واجوبة، هواية رادوا من عندي، وانا شخصيا كنت كلش حابة اسوي، بس حتى لانه من احسكم من تشوفون الفيديوهات مالتي ما تعرفوني منو اني شنو، يعني اسئلة اعرفكم بها عن نفسي. فكلش حابة تتعرفون علي، حتى من تشوفون الفيديوهات تعرفون منو هذا دا يحكي شخص. لان انا شخصيا من احب اشوف يوتيوبر او اي شخص احب اعرف عنه هواي اشياء، حتى استقبل من عنده المعلومة، او حتى يصير عندي مثل ما انا حتى احكي وياه واسأله او هيجي. فكلش حابة كنت اسوي لكم هذا الفيديو، بس يعني كل مرة اجله ويصير عندي فيديو ثاني اريد اسويه، ويعني حسب الظروف. بس هسه واخيرا اليوم اسئلتكم الحلوة واجوبتي. اول شيء اريد اقول لكم اللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك وبليز، وكملوا الفيديو للنهاية واحبكم هواي. اني خزنت كل الاسئلة مالكم اللي جتني على الانستغرام وعلى اليوتيوب، خزنتها بالموبايل وكتبت عليها اسئلة واجوبة، و راح اجاوب عليها اللي اقدر عليه، يعني هواي اسئلة، فاللي راح اقدر اجاوب عليه. اوكي. بس حابة اقول لكم بنات هواي يسألوني اسئلة، مرات اريد اجاوبهم بصورة مثلا او فد لينك، بس بالكومنتس مال يوتيوب ما اقدر ادزلكم. فاتمنى تشتركون بالانستغرام مالتي، راح اخلي لكم اياه هنا، موجود هنا هذا اسمه والرابط مالته جوا. اشتركوا بي حتى هناك اقدر عندي فرص اكثر احكي وياكم، ادزلكم مثلا فد منتج معين اللينك مالته او وهاي. يلا هسه خلينا نبدي بالاسئله. طبعا هواي اكو اسئله غريبه محرجه شخصيه، بس انا احب هاي الاشياء فراح اقدر راح اجاوب على اللي اقدر عليه. اوكي. راح ناخذ اول مشترك ويانا راح اخذ اول سؤال. لا بخليه بعدين خليه بعدين. اول شيء زهراء وهي اسمها حبش، يمكن هيجي شيء على اليوتيوب. طبعا هواي اسئله، فسالتني ايش قد عمرك، و وين ساكنه، وين اهلك، وكم اخوت عندك، وشنو اسمائهم، وانتي شنو تشتغلين، وشنو دارسه، وهواي سالين هذه الاسئله، فراح اختصر واجاوبكم على هاي الاسئله. اول شيء طبعا مثل ما تعرفون انا اسمي حنان اسمي حنان ومتزوجة. اول شيء انا مولودة وساكنة ودارسة وعايشة وتزوجت وولدت، جهالي كلهم كل هالاشياء بالعراق بغداد. اني من بغداد، متزوجة، عندي اولاد اثنين، محمد وآلان. محمد عمره 7 سنوات، وآلان حيصير بعد اسبوعين 6 سنوات. هذه حياتي، يعني عندي صغيرونة بالعراق، أهلي كلهم بالعراق. أنا ساكنة حاليا في بريطانيا، صار لي 4 سنوات ومع الأسف الحمد لله يعني حلو هو هنا، بس كلش 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 مشتاقة لبغداد، كلش مشتاقة لأهلي، لأن أهلي كلهم ببغداد، فخلوها سكتة. يعني هذا راد الفيديو كامل احكي لكم على مأساتي اوكي. وعندي خوات 2 واخوة 2، واني الوسطانية. ما هذا الصوت؟ اوكي هذا اللابتوب. دراستي، شنو دراستي يا حبايب؟ اني دارسة ببغداد، عندي بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات، اعرف ما له علاقة بالمكياج والهذه، بس اخذت تحصيل بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات، وبعدها تخرجت تزوجت، وبعدين جيت هنا. جيت هنا كنت اول سنة فتت درست لغة طبعا انجليزي، ودرست رياضيات لانه انا كلش احب الرياضيات، فدرست رياضيات. الشغلة الوحيدة اللي شاطرة بيها واحبها، باقي كل ما احبها ادرس. معلومة، ما احب اي شيء، ما احب ادرس بس احب الرياضيات. اوكي، فدرست رياضيات، كنت ناوية اكمل محاسبة لان انا دارسة محاسبة.
يعني دارسة محاسبة هم، فحابة كنت كلش أدرس محاسبة هنا. فأنا فتت دا أدرس لغة ورياضيات، وطبعا طلعت درجة كلش عالية بالرياضيات وقبلوني محاسبة. بس أنا وأدرس بالكلية شفت قسم بيوتي وهير دريسنج. أني ولعي من أنا وصغيرة بالشعر والأظافر والمكياج، وعندي هواية مأساة ويا بابا من ورا أظافيري ومن ورا الكحلة من أنا صغيرة يعني أحب، بس ما حد كان يخليني أخلي. المهم فولعي هذا، فشفت هذا القسم انجنيت، يعني قلت أني لازم أفوت هنا. أني طبعي شنو؟ طبعي أحب اوكي ادرس واسوي شي، بس احب اشتغل بشغلة اني احبها، اكون مرتاحة بيها واتونس ويا الشغل. يعني انا ما احب اشتغل بس فقط حتى احصل فلوس. حلو الواحد يحصل فلوس وكلش اوكي، بس انا احب اتونس همينة. فالشغلة اللي احبها هي هاي. بالبداية ردت افوت، طبعا عارضوني، زوجي عارضني، اهلي عارضوني، يعني مو عارضوني كانوا رافضين نهائيا، بس نصحوني هواية، قالوا لي لا وانتي شهادتك وانتي لازم تكملين وما ادري شنو. فقلت لهم لا، انا متونسة، انا احب اتونس همينة. ففتت وقبلوني، وكانت بالبداية شوي صعوبات لأنه بعدني يعني مدارسة لغة هواية، فحسيت كنت ما عندي جرأة أفوت بنص الإنجليز وأدرس رأسا وأفوت بهذا المجال. بس شجعت وقلت لازم أحاول، وفعلا يعني أول سنة هير دريسنج وبعدين بيوتي، فتفوقت ونجحت وحبيتها أكثر وتعلمت أكثر. فهذه دراستي بغداد وهنا بريطانيا. أوكي، خلينا نجاوب غير أسئلة هسه. أمك أمك بشنو متنسية؟ بعسل وجابتك وفتوى حبايبي. مت على كلامكم، طبعا كلامكم يمكن هو الحافز الكلش كبير حتى يخليني اتواصل واسوي فيديوهات اكثر. بالبداية كانت من يعني انحرج واشيل هم شلون حسوي فيديو وشنو راح اقول، بس انتو تعليقاتكم وحكيكم كلش ما تتخيلون ايش قد يشجعني، كلش. اوكي، شنو أنا يا مواليد؟ أنا 18/9 يا برجي العذراء. منو شجعك تسوين قناة اليوتيوب؟ قناة اليوتيوب اول شي هي طبعا انا من فتت بهذا المجال، فجت كل يوم اخابر ماما واقول ماما تعلمت هيجي، ماما انا سويت فلان شغله، تعالي اعلمك اياها. هذا انا بالتليفون كله، تعالي اعلمك فلان شغله، او بنات خالتي او خواتي. فماما اقترحت علي، قالت لي حنان بدل ما تحكيني هاي بدل ما تدزي لي هاي مالتك الفيديوهات وتحكي لي تعلميني، ليش ما تسوين قناة على اليوتيوب وتبدين تفيدين هواية ناس حتى لو معلومات بسيطة عندك، او انا بدايتي بعدني ابدا ادرس، فتحيها وانتي ابدي سوي هذا همينه حلو، وهمينه انتي يعني تطلعين طاقاتك بيه. فبالبداية قلت والله حلوة ماما الفكرة، خلي اسوي. فهي الفكرة فكرة ماما. صحيح انه ماما بيني وبينكم وراها رفضت هذا الشيء. ورا كل ام طبعا تخاف على بنتها، كل ام تغار على بنتها، كل ام تخاف على بنتها من النسمة الطايرة. فكانت تخاف علي، قالت لي لا، انا رجعت بقراري طبعا ورا ما بلشت وبديت انزل فيديوهات. قلت ماما كلش متاخر قرارك. فيعني شوي شوي انا درسنا الموضوع، بعدين هي اقتنعت، انا اقتنعت، شجعني، واحدة شجعت له. صارت وياي ظروف، توقفت عن القناة لفترة طويلة. هسه احكيلكم عن الظروف، هواية منكم يعرفوها. فلهذا انقطعت هواية وهسه رجعت الحمد لله. فهي الفكرة فكرة ماما. الشخص اللي لو ما هو أنا ما راح أقدر أسوي أي شيء، بعقله بذكاءه بالكمبيوتر هو شاطر، هو زوجي تشجيعه اللي او يعني هو يحب اسوي الشغلة اللي تفرحني
يعني هو يحب يساعدني بشغلات تفرحني أو تسعدني، فهو كلش هو يساعدني بشغلة اليوتيوب. علمني شلون اسوي مونتاج، علمني على برامج، لانه يعني هو صعب، يعني دخلت بيه حسيت روحي وقفت، قلت لا هذا كلش صعب. فهو كلش ساعدني، وهو المشجع الكبير، المساعد الأكبر هو زوجي وماما. اوكي. فهذه قصتي شلون فتحت اليوتيوب. بعد خلينا نقرأ أسئلة. شنو عدد الزهراء الطحان؟ شنو عدد المشتركين تتمنين توصلي بالقناة؟ أني وشنو يعني هدفك انه بالقناة؟ أني هدفي انه اوصل محتوى يكون نظيف وصادق، وبنفس الوقت يوصل، يعني اكون يعني طبيعية للدرجة، يعني على طبيعتي، بحيث اريدكم. هدفي انه مو عدد المشتركين، هدفي انه حب الناس فقط. ما احب يعني ما احب الاصطناع، ما احب المبالغة، احب يعني فشي على طبيعته، ما احب الكذب مع احترامي لهواية ناس، بس ما احب في سبيل انه اسوي فيديو اسوي اشياء مبالغ بها او كذب او يعني احب هدفي انه اوصل شيء لائق للمقابلي ويحبوني من خلاله. هدفي هذا. دودو تقول نفسي اكون ميك اب ارتست شاطرة، من انا وطفلة بعمل لماما واختي واي بنت في العيلة، وبعد الفيديوهات حاليا بحط ميك اب لنفسي. فبتمنى مساعدتك لي بنصيحة او اي وسيلة او ارشاد. يعني دودو ما اعرف شنو اسمها، بس هي اسمها دودو على انستغرام. يعني ابدا لا تترددين اذا شي تحبيه، صدقيني مو كل شي بس الشغل، الحياة قصيرة، الحياة انه اذا انتي ما تسوين شي تستمتعين بيه هذا عمر دا يروح من عندك. فاي شي تحسين بيه انتي زينة، اي شي تحسين بيه انتي مبدعة بيه، طوري، ابني، اسمعي نصائح الاكبر منك، وبنفس الوقت خلي قرارك يكون بصورة صحيحة. وإذا أنتي تحبين تصيرين ميك اب ارتست صيري، تدربي، اشتغلي على الناس، روحي اشتغلي بأي مكان، صالون، بيوتي سنتر، أي شي، حاولي لا توقفين. صدقيني أنا هواي لقيت عقبات من فتت هنا، يعني اللغة مالتي مو كل زينة، كنت كلش خجولة. يمكن إذا تشوفون الفيديو الأول ما تضحكون علي، يقولون هاش بيها منو جابرها لأنه كلش كنت خجولة، بس قلت لنفسي لا، خل أفوت. وشنو يعني هم انجليز، افوت ويا الانجليز بنصهم، اتعلم اشياء زينة من عندهم، ابتعد عن الاشياء اللي تضرني، وامشي بطريقي وياي اهلي يساعدوني. فانصحك انه تسوين اللي تريدين. لون ايش قد عمرك؟ عمري 18/9 18/9 لا تنسون. برجي العذراء. لونك المفضل واكلتك المفضلة؟ لوني المفضل اني كنت احب البراون البني، ولحد الان احبه. احب الوردي وسخ مو الوردي الفاقع. احب الاشياء الابيض الاسود، الاشياء الهادئة يمكن اكثر، بس هسه حاليا لا، اجدد، اريد احب هواي اشياء كل الالوان. اوكي. NNSFB على الانستغرام، ما اعرف شنو اسمها بس هذا NNSFB. وين عايشة وكم عمرك؟ مثل ما قلت لكم عايشة ببريطانيا بمدينة ستوك اون ترينت قريبة على مانشستر. عندي بعد نور عمار، طبعا سألتني هواي اسئلة، ونور دائما خطية تسألني ليش ما تسوين هاي، واقولها والله سأسوي، والله اوعدها، بس هالمرة وعدت ووفيت بوعدي. هم نفس الاسئلة، وين بيا محافظة، وشنو شغلك وعمرك ومتزوجة، شنو اسم زوجك؟ اسم زوجي
هلا بكم اسم زوجي. اسم زوجي هو هاندرين. هو أصله كردي، بس هو يعني ولادة بغداد، وأنا تعرفت عليه بنفس الجامعة احنا. فهو من بغداد بس أصله كردي، اسمه كردي هاندرين. حفظوه، ماني ظليت شهر يلا حفظت اسمه. اوكي. شبيها ايدك وشنو الحادث اللي صار بايدك؟ ايدي، هذا الموضوع اللي هو وقفني عن اليوتيوب لفترة. ايدي، دا تشوفون ايدي ما اقدر الوفها، متلوف. ايدي سويت حادث سيارة، سويت لكم فيديو عنه شلون صار الحادث، اذا تحبون روح شوفوه. سويت حادث، مو انا سويت، صديقتي سويت حادث سيارة وانا كنت قاعدة يمها، وانا المتضرر الوحيد بالحادث. فتهشم عندي العظم، العظام كلها تهشم. الأربطة مال ايدي كلها تقطعت، فخضعت لعدة عمليات في سبيل انه يرجعون ايدي. الحمد لله والشكر هسه كلش احسن، بس بعد احتاج عملية. فهذه آثار، هذه عندي عملية، هذه عندي عملية، هاي عملية، هاي عملية مال حادث السيارة. اكو بنات سألوني قالوا لي شنو هذا، بالانفجار لو بالحرب لو شلون تأذيتي؟ لا، اني صار عندي حادث وهاي نتيجة. هواي يقولوا لي اكو راح اسوي عليه تخفي غطي، شكله خاف ما حلو، راح تنزعجي من هذا الشيء. ابدا ابدا ما راح انزعج. اي وحده عندها عمليه ندبه وشامه وحمه اي شيء ماكو داعي تستحي من عنده، بالعكس هذا يذكرني ايش قد انا محظوظه انه اعيش. الحمد لله وشكر الله، يعني قدر وما شاء فعل، فدفع عني البلاء. كل ما اشوفها اتذكر انه اني ايش قد الحياة مهمة، وايش قد اني محظوظة، ايش قد ساعدوني اهلي، ايش قد زوجي ساعدني، شنو تعرضت له، عانيت حتى احمد ربي واشكره على النعمة اللي هسه انا بيها. صحيح عندي مشاكل كلش هواية بايدي، بس هاي كل واحد واكيد عنده مشاكل، كل واحد عنده اشياء صارت وياه ونحمد الله ونشكرها عليها. اوكي. هسه شنو عندي اسئلة؟ اي هاي تقريبا كل اكو هواي اسئلة يعني، بس اكثريتها هي هذا السؤال كلش مهم. سمع، حنان سمنتي بعد شوش اسمها، حنان سمنتي بعد الولادات وشلون قدرتي ترجعين لوزنك جسمك قبل الولادة؟ يا ريت تفيدينا. هذا سؤال كلش مهم وكلش مؤلم بنفس الوقت. شوفوا، اول شي انا ما رجعت لوزني الطبيعي لان انا كنت اضعف قبل الولادة. كنت وزني 50، يعني من زوجي كان وزني 50. كنت لان انا ناعمة، يعني عظامي ناعم، كل شي بيه ناعم، فوزني كان خفيف. صرت حامل، انفجرت. وزني يعني ما تتخيلون ايش صار. فسويت بالولادتين عمليات، فما قدرت يعني العب رياضة رأسا او احافظ على جسمي زين لانه عملية كلش اذتني. صرت حاليا وزني 57، ما اعتبر الوزن المثالي لجسمي، بس دا احاول يعني اقدر احافظ على هذا الشيء. كنت اروح للجيم والعب وحديد وكل شيء كل شيء كل شيء تصوروه كنت اسويه بالجيم. واحب الرياضة كلش، بس بعد الحادث يعني كل شيء هواية اشياء تغيرت حياتي، بس هسه دا ارجع شوي شوية امشي اركض شوي شوي ارجع للجيم ان شاء الله. وعندي بطن متروح، هاي بطن مصرة يعني هي متروح، بس كل ما اشوفها اي وحدة عندها بطن سمنت بعد الولادة ما ادري شنو، لا تضوجين يعني انا بداية التضوج اقول ليش ما رجع جسمي مثل قبل. ماكو شي مثل قبل، بس هذا التغيير اللي صار بيج هو نتيجة احلى شي بالدنيا، احلى شي بحياتك. ما اقول لك عوفي جسمك يعني مخربط وهذه، حاولي اللي تقدرين عليه بس لا تنقهرين، لانه بالعكس هذا الشي يذكرك انه عندك كنز بالحياة.
اوكي. فالحمد لله والشكر. بس اللي انصح به الرياضة يعني الرياضة كل شي بالدنيا. الرياضة للعقل تفيد وللجسم والصحة، صحتك يعني. ما مجربة اسوي دايت، لانه بس افكر اقول خل اضعف، خل اسوي دايت اجوع فارقوم اكل اكثر فما افكر، بس العب رياضة. بس اللي اقوله انه افيدكم بشغلة واحدة، تسوون رياضة كل يوم. أنا ما أسويها حاليا كل يوم، بس كنت أسويها كل يوم كل يوم رياضة. أكلاتك قلليها، سويها صغيرونة صغيرونة. أنا ما أسوي هيجي، بس في حالة إذا واحد عنده وزن يقللها ولا تاكلين فجأة. يعني هسه أنا برمضان سمنت شوية لأنه أظل جوعانة بعدين انفجر بالفطور واكل هواية فسمنت. فلا اكلي هواية، بس يعني العفو قليل بالوجبات وقسميها، وشربي مي هواية. ها هي، وان شاء الله كلنا اجسامنا تصير زينة ان شاء الله اوكي بنات، فهذا كل شي لليوم. ان شاء الله اذا بعد وصلت لي اسئلة اكثر او تختلف عن هذه راح اسوي لكم فيديو بعدها. فإن شاء الله قدرتوا تتعرفون علي ولو شوية بجزء صغيروني، وبالمستقبل احنا راح نتعرف واحد على الآخر أكثر. وأنا كلش أحبكم وكلش فخورة بالمسجات اللي تدزوا إياها، كلش تصنع يومي. أحبكم هواية. أتمنى أنه حبيتوا هذا الفيديو، وأشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي.